وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم. يا رب أكون أنا أولى بها، يا رب أكون أنا أولى بها. يا رب ارزقه فلح أكتر ما هو فالح. دكتور عبد السند يمامة المرشح الرئاسي. لو رئيس جمهورية موجود حاليا دلوقتي ولقيت النار على حدودنا، يعني ايه؟ يعني اللي بيحصل في غزة وعدوان إسرائيلي في النهارده احنا مش لازم ناخد موقف. ايه هو؟ نعلو على مسألة الشجب والتنديد. هتعامل ازاي؟ اسكت بقى عشان اقول لك. ازاي لغايه دلوقتي لم يستدعى السفير؟ في عندنا علاقات وعندنا معاهدات، ليه ما يسحبش السفير الاسرائيلي؟ ليه الضغوط من أمريكا والاتحاد الأوروبي؟ ليه ما نستدعيش سفيرنا احنا؟ ايه الإجراءات؟ ايه الأدوات؟ ما انا قلت لحضرتك دلوقتي. هتعامل ازاي؟ ليه يا ابن الشر؟ ولا هغلط في امك وربنا احا. لازم نحيي هذا الدور دور ايه؟ نسحب سفيرنا ونمشي السفير الإسرائيلي. دي مشكلة مين؟ الحكم. دي مشكلة مين؟ الحكم. حلو، غلط وانا كنت مستنيه. هات لي حقي بقى يا خميس، استحمل بقى. اقعد انت بقى وشد حجرك واتفرج انا هعمل ايه. اذا كان رئيس اي مكان يسأل نعمل ايه في أزمة الكهرباء؟ هتظبط السوق ازاي؟ في انفلات في الأسعار. ما سألتهمش البيت الأسعار غالية ولا لأ؟ عشان انتوا كمان انا راجل وسخ ان انا جيت هنا اساسا. احنا هنا شفنا بكل اسف مظاهرات محدوده جدا تمت لنصره غزه، اتقبض على ناس منهم. يعني مهما حاولت تدعي الناس للمشاركه ولا الخروج من حاله الاحباط والعزوف عن المشاركه، وانت حابس ناس واخد بالك مسكتهم في مظاهره كانت طالعه تضامنا مع غزه، ايا كان الكلام اللي هيتقال مش مقنع ان يبقى في ناس محبوسه لان طلعت تظاهر عشان غزه في مصر. نعم يعني مش في بلجيكا. ازاي تهزر يا عم انت؟ الموقف محرج. أنا قلت أضحك افك الموقف يعني. ما نقدرش نبتدي الكلام عن انتخابات الرئاسه قبل ما نبتدي الكلام عن غزه وما يحدث في غزه. ما يحدث من عدوان وحشي على غزه هو نتيجه لما اصاب مصر من ضعف. لا انا ما اسمحلكش. لا من فضلك. في يا استاذ. احنا صعايده. لا يعني عشان بس نفهم الحته. حضرتك ترى ان جزء من اللي بيحصل في غزه دلوقتي نتيجه لضعف الدوله المصريه الان. بالظبط اللي وصلت نتنياهو نقول على العرب ان يصمتوا ويعمل كده. انت مين؟ ايه اللي كان ممكن يحدث الان وما حصلش وانت تقدر تعمله؟ انا لو انتخبت رئيس جمهوريه اول بلد ازورها هي فلسطين، هي غزه. يا ابن اللعيبه يا فاجر. ان اعرب عن تضامني مع الشعب الفلسطيني ومع غزه من داخل غزه داخل فلسطين. يا فندم هتدخل ازاي؟ خلينا حتى الاسرائيليين يقصفوا موكب رئيس جمهوريه داخل غزه. انت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟ انت دارسه؟ ايه ده؟ انا عارف ده حاجه تجنن يا جدع. انت محتاج تعمل دراسه جدوى فيه، واللي احنا بنقول ان احنا ما بقاش عندنا وقت نفقده اكتر من كده في الدراسات. السلام عليكم بقى عشان هنا ايه؟ مش مبسوط. 5 صاحبي. عايز اقول لك على حاجه، في مصر ما فيش مجال لديكتاتور خلاص. انا بجيب على كذب بقى بوشك ده كذاب كذب الابل.